نجم النادي المصري احساسك ايه النهارده بعد ما شفت النادي المصري بعد غياب 595 يوم؟ النادي المصري يعود حاسبينهم 595 يوم محسوبه بالتمام والكمال. بورسعيد ضاقت فيهم الظلم، بورسعيد ضاقت فيهم حاجات كتيره جدا. النهارده ممكن تكون اول فرحه لبورسعيد بعد الفرحه لخروج بعض المظلومين، وهتكتمل بخروج الباقي الاخر من المظلومين ان شاء الله. استنى حضرتك النهارده كابتن بقى وانت متواجد النهارده في ارض النادي المصري والملعب، وبتطفي جميع كل الاشاعات والادعاءات ان ابراهيم المصري على خلاف مع مجلس اداره النادي المصري. مع مجلس اداره النادي المصري. ليه؟ مشكلة الحمد لله، وبعدين أي حاجة عشان النادي المصري تموت، وهم والناس كلها عارفة الحمد لله، الرجالة دي عارفة كويس أي حاجة تهون عشان النادي المصري. أنا ما عنديش أي مشكلة، بعدين ما أنا بره النادي بقالي 10 سنين، ما جاتش من سنة كمان، مش هتبقى مشكلة. لا والله يا أيمن وأنت عارف، أنت أول واحد من الناس عارف، أنا نفسي أعمل حاجة للنادي المصري وهتتعمل إن شاء الله، هتتعمل يعني إن شاء الله. في حاجات كده بإذن الله هتتعمل الفترة اللي جاية إن شاء الله، أنت عارفها طبعا. كلمنا عن الفرحه النهارده والسعاده اللي باينه على وشك وكل الوشوش النهارده البورسعيديه باقامه اول مباراه للنادي المصري، وكمان في ظل نجاح شعبي واراده من كل البورسعيديه ان المباراه تنجح. فرحان فرحان، بص تحس ان في حياه، تحس ان في روح، تحس ان في روح. بص النهارده بقالنا سنتين يا ايمن، بقالنا سنتين ما شفناش حتى ماتش كوره يا اخي، ما دخلناش، ما قعدناش حتى متابعين كده. كويس الحمد لله، وربنا بس يكملها بالستر. والاداء الفني لمارادونا بقى، تقييمه الاداء الفني النهارده للمباراه ايه؟ لا كويس.